اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في عهد الملك سعود اول ما جو اهل الجهاد هنا بغار خيام، والراتب 150 ما يصفي منها الا يمكن 80 90 في الروحات والجعليات. كان حياة عمي الله يرحمه وواحد اسمه السلطان مقاطي متجاورين بدو ما هذا. المهم في ذاك اليوم قالوا الصفة الراتب اللي اجوا يصفون اهل الجهاد، ما لحقتوهم انتم، يصفون ويجون بس يعد الخبره كم واحد ما اسمه ولا ما هو باسمه. قال يا محمد انا الولد يروح معي ويصف اليوم وبكره وبعد بكره وكل يوم 5 ريال. قال عمي ذاك الحين الخمسه ما شاء الله سعر. المهم راح النهار الاول والنهار الثاني يوم جو مروحين وياه، قال يبي يمزع على الورع. قال يا احمد انت تبى بنت ولا رجوع ولا تبى بنت قم 11 ترمي بها. لقيتها الورع وجابها لحياة عمي شاعر ما تغبى على الشيء. قال والله هذا ما يقول سلطان. قال احفظه، ومن اول الورعان يحفظون ما هو زي ذا الحين، لو درسه شهر ما حفظ. حل العام ما عاد حفظ. الله يسلمك. رجوع يبالك درس 20 سنه. يلا الله على كلمة رجوع. يلا الله على كلمة رجوع. المهم منه جاء قال هذا ما يقول سلطان. قال قلنا بنلم المراجل يا عيون الصقور اللي تجمل علينا يوم نبدي بها، واللي يكتمنا ندور من بنات الربوع ولا من اقصى القبائل لازم نجيبها. ودي بنت الشجيع اللي يسلى الخطور ونجابها الحظ يا سلطان يا طيبها. يجي ولدها كريم ولا الجماعه الصبور ويسر ربعي يا كثرة نشاشيبها. بنت الردي ما نباها بنت ولا رجوع، لو كان تمشي بزينه تيم ما ليبها. بنت الردي ما نباها بنت ولا رجوع، لو كان تمشي بزينه تم ما ليبها. ودي بنت الشجيع اللي يسلى الخطور ونجابها الحظ يا سلطان يا طيبها. يا معلمها هذا قال هذا ما يقول. قال والله ما هو كلامك يا وليدي انه كلام الشاعر اطراها. من هي عنده